السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده فيديو مميز جدا. هقولك ازاي تحولي اللبن الى اكبر كمية من القشطة الفلاحي وتحوليها لزبدة. بسم الله ما شاء الله زي ما انت شايفة كده. وكمان هنعمل الجبنة الفلاحي، الجبنة البيضة من غير خل ولا منفعة. هنعملها في الحصيرة وهقولك تعمليها ازاي من غير حصيرة. بجد ما شاء الله الجبنة عاملة زي القشطة، وازاي تخزنيها معاكي وتقعد معاكي اكبر فترة ممكنة. وان شاء الله في الفيديوهات اللي جاية هقولك ازاي تعملي الجبنة الدمياطي او الجبنة البراميلي، جبنة البيضة الخزين بخيرها لسحور رمضان. نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة اللهم بارك جايبة 6 كيلو من الحليب. خلاص الكيس نص كيلو. اهم حاجة يكون اللبن كامل الدسم، تكوني جايباه من مكان مضمون عشان يطلع لك اكتر انتاج. اللبن ده كنت جايباه من الصبح، علشان كده عامل وش قشطة كده زي ما انت شايفة. كنت حاطاه في التلاجة فعمل وش قشطة. خلاص اهي برجه كده بقى عشان القشطة اللي هي في اول الكيس زي ما انت شايفة كده. طبعا كمية اللبن على قد ما انت عاوزة، براحتك خالص، من 2 كيلو ل3 4 10 كيلو اللي انت عاوزاه، اللي في مقدرتك تجيبيه. عملت معاكم فيديو قبل كده 3 كيلو، هسيب لكم اللينك بتاعه في اول تعليق مثبت. دفيت الحلة حوالي دقيقتين على البوتاجاز، في اي حلة بقى عندك، حلة ستانلس او فخار او ألمونيا زي ما انا عملت كده. في اي حلة عندك اهم حاجة تدفيها وبعدين تحطي فيها اللبن. تمام كده. وتولعي الفرن البوتاجاز او الفرن الموجود عندك، تدفيه حوالي 5 دقايق وتحطي اللبن فيه. تدفيه بس الفرن 5 دقايق وتطفيه، ما تسيبوهوش مولع. وتسيبي اللبن ده يومين كاملين، يومين كاملين لحد ما يروب معاك. خلاص ما تستعجليش عليه وتشيلي الوش القشطة قبل يومين كاملين. ليه بقى؟ عشان يطلع الخير اللي فيه كله على وش اللبن. يا ريت بقى لو انت اول مره بتشوفي قناتي، اسمي سماح، يا ريت تشتركي في القناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتعملي لايك للفيديو ومشاركه مع اصحابك وحبايبك. وما تنسيش تصلي على الرسول في التعليقات. ضروري بقى بعد ما يروب تحطيه في التلاجة يوم كامل او 3 4 ساعات. خلاص عشان تشيلي القشطه قطعه واحده كده وتتشال معاكي بكل سهوله. بصراحة بقى عشان كنت مستعجلة ما حطيتوش في التلاجة، فعشان كده تحسي ان القشطة سايحة شوية مني. خلاص فبشيلها بالراحة كده زي ما انت شايفة. ما شاء الله اللهم بارك، كمية قشطة اكتر من كيلو وربع اهي. ما شاء الله يعني بجد تحفة، حلوة جدا. فانت بقى يبقى معاكي الوقت براحتك، فايه حطيها في التلاجة تتشال معاكي قطعة واحدة من غير ما تغلبك. بجمعها كده بالمعلقة بالراحة. شايفين كمية القشطة؟ بعد ما يروب معاك يومين كاملين حطيه في التلاجة يوم كامل او 4 ساعات على حسب ما انت عاوزة، عشان القشطة تتشال معاكي بكل سهولة. شايفين بقى اللبن الرايب عامل زي الزبادي. ما شاء الله اللهم بارك، بجد حلو جدا. وده طبعا عشان اللبن كامل الدسم، لبن كامل الدسم، لبن بخيره. اي ما شاء الله دي كمية القشطة اللي طالعة زي ما انت شايفاها كده. وان شاء الله هعملها معاكم دلوقتي، احولها الى زبدة بلدي. جبت بقى طبق استانلس كبير اكبر من الحلة اللي انا مروبة فيها اللبن. غليت المية كويس قوي وحطيت فيها اللبن زي ما انت شايفة كده. وجبت صينية تغطي الحلة كلها. وبعد ساعة كاملة كان سرد الشرش اللي فيه زي ما انت شايفة كده. لو مش عايزة تعملي الخطوة ديت ممكن تولعي الفرن حوالي 10 دقايق، تحميه قوي، يكون الفرن حامي، وبعدين تدخلي فيه اللبن. بس بالنسبة ليا الطريقة ديت سهلة قوي، ان انا اغلي حلة مية واحط فيها اللبن الرايب. بجد مخلية الجبنة عاملة زي القشطة. وطريقتها بقى سهل من غير ما نولع الفرن ولا اي حاجة. وبعد حوالي ساعة جبت الحصيرة
وحطيت تحت منها صينية كده عشان الشرش اللي بينزل من اللبن الرايب، وبضغط عليها كده. لو انت بقى ما عندكيش حصيرة، وان شاء الله انا وعدتكم قبل كده برضو هعمل معاكم الفيديو ده، هنعملها بكل سهولة من غير حصيرة. لو انت في مكان ما تعرفيش تشتري حصيرة او ما عندكيش وعايزة تعملي الجبنة الفلاحي، هقولك تعمليها ازاي. بتجيبي مصفى تحطي فيها شاش او شال ابيض يكون نضيف، وتحطي فيها اللبن الرايب، وتحت الشال ده تكون مصفى وتحت منها حلة عشان الشرش اللي بينزل، وتجيبي حلة تكون مليانة مية وحاجة تقيلة تحطيها على قلب الشاش اللي فيه اللبن الرايب، بحيث ان هو يضغط على الشرش ان هو ينزل ويطلع لنا الجبن. وبعد ليلة كاملة بتفردي الشال، وبعدين بتطلعي تقطعي الجبنة عادي خالص. وعلقت الحصيرة زي ما انت شايفة كده في المقبض بتاع المطبخ عندي. ممكن تعلقي الحصيرة ديت على الحنفية بتاع حوض المطبخ، او لو انت عندك الشباك بتاع المطبخ فوق منه وتحت منه الحوض بتاع المطبخ، هتعلقيه في الأكرة بتاع الشباك. خلاص كده انا علقتها في قلب المقبض بتاع ضرفة المطبخ، وحطيت تحت منها الصينيتين كده عشان الشرش اللي بينزل. تاني يوم الصبح بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، كانت الجبنة عاملة زي القشطة زي ما انت شايفة كده، مصفية كل الشرش اللي فيها، بجد ما شاء الله تحفة. احلى حتة جبنة هتاكليها، ما تقارنيهاش بالجبنة اللي بتشتريها من بره خالص. ودي كمية القشطة اللي طلعت معانا. خلاص، وهقولك دلوقتي ازاي تخزني برضو الجبنة معاكي وتقعد معاكي اطول فترة ممكنة. دي بقى القشطة اللي انا محوشاها، كل ما بعمل جبنة ويكون عندي كمية قشطة كده بحطها وبجمعها في علبة، وبعدين لما يكون عندي كمية حلوة بروح عاملاها زبدة بلدي. وبعدين نزلت عليها القشطة اللي طلعت معايا من ال6 كيلو لبن. القشطة اللي كانت عندي كانت في الفريزر، كنت خارجاها قبلها بساعة ولا حاجة، فكت حاجة بسيطة، فبإيديا كده حاولت ان انا افكها شوية، لقيتها ساقعة قوي بجد، ايديا ما استحملتهاش. جبت المضرب السلك العادي وقعدت اضرب فيها كده، بتحسي في الاول انها سايلة، وبعد كده من الاستمرار في الضرب بتلم معاكي. لو انت بقى عندك مضرب كهربائي او عجان بيسهل عليكي يعني. قعدت بقى اضرب فيها بايديا كده يعني حوالي تلت ساعة لحد ما ربنا كرمني ولمت معايا. هي بتاخد مجهود شوية، اهم حاجة تكون القشطة تكون ساقعة عشان تلم معاكي. خلاص، هي بتاخد وقت شوية وبس، الحمد لله لمت ما شاء الله اللهم بارك. يعني شايفين كيلو الزبدة ده من بره يعني اكتر من 200 جنيه، عشان تجيبي كيلو زبدة بلدي فلاحي اصلي اكتر من 200 جنيه. ممكن تحوشي طبعا القشطة دي من وش اللبن، لو انت بتجيبي لبن وغلاتيه وحطيتيه في التلاجة، بتيجي تاني يوم الصبح تلاقيه عامل وش قشطة على اللبن كده من فوق، بتجمعيه عندك في الفريزر لحد ما بيكون عندك كمية حلوة، وبعدين تعمليها زبدة بلدي. طبعا القشطة ما بتيجي تضربيها ما بنحطش عليها اي حاجة نهائي، هي القشطة وبس. مع الضرب المستمر بالمضرب الكهربائي او بايدك بتجمع معاكي زبدة بلدي. الخض بقى اللي طالع ده من السمنة ان شاء الله هعمل بيه قرص، تقدري تعملي بيه طبعا الرقاق الفلاحي، او تعملي قرص زي ما انا هعملها، بس ان شاء الله يعني ما لحقتش ان أنا اعملها في الفيديو ده عشان ما يكونش طويل عليكم. ريحة بقى السمن البلدي فيه بجد تحفة. تعملي قرص او رقاق فلاحي او العيش بتدخليه في المعجنات، بيبقى بجد طعمه وريحته في منتهى الجمال. شايفين الجبنة عاملة ازاي؟ بجد طعمها قشطة، جربيها وهتشوفي بنفسك. وديت الزبدة الفلاحي اللي طلعت معايا ما شاء الله اللهم بارك، اكتر من كيلو ونص. بصراحة ما عنديش ميزان عشان كنت وزنتها معاكم. خلاص، ودي بقى الجبنة بقى هخزنها. بجيب كيس بتاع تلاجة كده صغيرة، وبحط في كل كيس قطعة كده من الجبنة، وبقفل عليها كده.
وبعدين برصها جنب بعضها وبحط عليها الشرش اللي طالع من الجبنة، مش الخض اللي طلع من الزبدة، لا الشرش اللي نازل من اللبن الرايب اللي احنا عملناه جبنة. خلاص اهي، وبرصها جنب بعضها. ده بقى الشرش اللي بقولكوا عليه، اللي هو طلع من الجبنة القريش اللي عملناها. غليته كويس قوي، لازم تغليه. وحطيت فيه معلقتين ملح وسيبته يبرد تماما، اهم حاجة تسيبيه يبرد، وبعدين تنزليه على الجبنة بالشكل ده. اهم حاجة تغليه عشان البكتيريا النافعة اللي فيه. وحطيت فيه معلقتين ملح وقرنين فلفل، ممكن تحط فلفل احمر او تحط معلقة هريسة شطة اللي انت عاوزاه. لو كترت ملح هتبقى الجبنة تشرب من الملح، هتبقى حادقة شوية. انا حطيت معلقتين بس مش اكتر. وزي ما انت شايفاها كده، وتحطها في التلاجة طعمها عمره ما بيغير.